تبلاكا ليا الفلوس من باينانس دخلتهم للمغرب وكونت ديالي ومن وكيل الملك مشدود. شنو هو؟ انا تبلوكا لي الفلوس من باينانس دخلتهم للمغرب الكونت ديالي من الوكيل. ما فهمتكش واش شي امر من وكيل جلاله الملك بالتحقيق معاك الفلوس دخلتهم من باينانس؟ ممكن يكون، ما عرفتش حتى هادشي اللي فهمت. ممكن تكون هذه المساله. وحتى الناس اللي راه هضرنا في هذه النقطه هذه، الناس اللي كيديروا وين يا لكي اختم هذا البث المباشر، الناس اللي كيديروا كذلك صرف العملات، وكنشوف انا كنعلمهم كخوتي خصهم ما يعرفوش كاين، كنشوف الصور ديالهم كيديروا الكونت سبونسوريزي، كيقول لك انا كنبيع ونشري في السولد. هاد الناس سمعوني مزيان الله يجازيكم بخير، راه هذاك الشيء كديروا ممنوع قانونيا. راه شي تقدر، حيت يقدر الوكيل جلاله الملك يحرك الدعوه من تلقاء نفسه. راه هذاك الشيء يقدر يجبد عليكم الصداع. انا راه غير كنشرحكم تنصحكم بحال خوتي. وما الله يسر لك اخويا، دومين زوين فيه فليسات، الله يسر لك. هو راه الا تشديتي راه مصيبه، لان هذاك الشيء تينظموا قانون الصرف. يعني شنو هو قانون الصرف؟ هو هذوك ملي كتمشي اللي كتلقى دايرين بلوت مكتوبه فيهم اكستشينج، هذوك هما اللي عندهم الحق يبيعوا ويشريوا في العملات، سواء العملات كانت ورقيه، كانت نقديه، زعما عينيه، نقديه عينيه، او لا كريبتو، او لا كما بغات تكون، هما اللي عندهم الحق. يعني ما تقوم به هو خارج القانون. راه تيطلعوا ليا بزاف ديال لي سبونسور ديال الدراري وديال التصويرطو والناس وثيقه وكل شيء، راه تقدر تطيح في مشاكل. وخاص ثاني يعرفوا المغاربه او الناس اللي كيديروا هذا الشيء، راه كاينين بعض المجرمين او شبكات اللي كيديروا تبييض الاموال. باش نشرح لك اخويا الا ما كنتيش فاهم، حيت كاينين دراري اللي كيبيعوا شي في السولد كبير، 100 مليون 200 مليون 300 مليون كيدوزوها، 100 مليون كيدوزوها، 50 مليون. يا دراري خويا، راه واحد باع مجرمين باعوا الحشيش، نعطيك مثال بسيط، باعوا الكوكايين، باعوه في فرنسا مثلا، شدوا الفلاس اورو بيدخلوهم للمغرب، غيشريو اليو اس دي تي ويصيفطوه ليك انت ويعاودوا ياخذوه هنا بالدرهم. انت ما سوقكش داكشي، ولكن راه غتدخل انت في المشاكل معاهم. هادشي اللي تنقولوا للاخوان راه ما تنجيبوهش من فراغ، هادشي اللي كنعطيك حقائق كاينه وواقع كاين في المغرب. بحال شي وحدين كانوا تيديروا الابتزاز الرقمي. المهم شوف، لا غادي نطول بزاف. المهم الاخوان هنا راه كاينين قصص في هذا الكريبتو. وجاو عندي ناس اللي عيطوا لهم الابناك، تيقول لهم اش كديروا الله يرحم الوالدين، ندخلوا معاهم في التحقيق. المهم هادشي اللي قلت لكم الخوت، غير باش تستهلك بلا ما تهلك. تبارك الله عليكم، نشوفكم في لايف قادم باذن الله. السلام عليكم.